معلش يا سيادة الرئيس، أنا مضطر أتكلم. أنا ممنوع من 2020 من الظهور في أي قناة مصرية، ممنوع. قرار إعدام إعلامي، إعدام برلماني لازم يسقط، إعدام رياضي يطلع من النادي. حتى لما خدت حكم محكمة قال لك لا 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 يعني يتعزل. كل ده يا جماعة احنا بنرقع في قربة ما عادتش موجودة. وأنا أتذكر مولانا الشيخ متولي الشعراوي رحمة الله عليه، فبيسألني عن أحوال البلد. الكلام ده من 25 سنة. قلت له احنا بننفخ في قربة مقطوعة. قال يا سيادة مستشار ما عادش في قربة. احنا بننفخ في الهواء، فعلا بننفخ في الهواء. كبير العيلة، كبير في البلد، أي حاجة هتحصل الغي الدايرة دي. استنى من فضلك، الغي الدايرة دي. الدايرة دي سيادة الرئيس قال فيتو عليها. كل ده يا جماعة احنا بنرقع في قربة ما عادتش موجودة. وأنا أتذكر مولانا الشيخ متولي الشعراوي رحمة الله عليه، أنا افتكرته الأيام دي. كان في مشكلة زمان بين الأستاذ فايز حلاوة والست طليقته، فطلبوا منه إنه يحلها لهم. فراجل كان صديقي، خدتهم ورحت له في فندق فلسطين في اسكندرية. فبيسألني عن أحوال البلد. الكلام ده من 25 سنة. قلت له احنا بننفخ في قربة مقطوعة. قال يا سيادة مستشار ما عادش في قربة. احنا بننفخ في الهواء، فعلا بننفخ في الهواء. طبعا الكلام ده هيضايق بقى الواد الملحد ابراهيم عيسى، على الواد اللي اسمه خالد منتصر، على البنت اسمها فاطمه نعومي ولا مش عارف فاطمه ايه، على الواد زيدان، على الواد اسلام البحيري. ما دول كلهم اعداء الاسلام. اول ما تقول الشيخ الشعراوي بيجي لهم حاله الهرش، يقعدوا يهرشوا. وافتكرت برضو اللي انا بقول كده، عايز اقول لسياده الرئيس لا احكام اداريه ولا الغاء بعض اللجان هيشفع وينفع. الانتخابات كلها بايظه كلها. وانا بقول الكلام ده وانا خدت انتخابات سنه 90 ضد امال عثمان، كانت وزير شؤون اجتماعيه، ودكتور عاصم كان وزير عمل ايامها، دقي وعجوزه. اقسم بالله ما حصل اللي حصل الايام دي. ده انا كنت باجي اعلق يوفط في ميدان سفنكس وقدام مبنى الحزب الوطني قدام مديريه امن الجيزه القديم، بقول نيمتونا في القبور وسرقتوا البلاد. ما كانش حد بيتكلم معايا نهائي. وفرقت بيني وبينها ايه؟ صندوق دخلوه في المتحف الزراعي، كل دول العجوز عارفه. ما عرفوش ينجحوها الا بالصندوق ده. الراجل المستشار المحترم قال لهم اللي كان في اللجنه، قال لهم الاتي: انا عندي زايده دوديه للسرطان الاعور ودوني المستشفى، انا مش هعمل ده. ده 20 ده سنه 1000 سنه 90. انا كنت في البرلمان ده مع فطاحل مش مع فاسدين سرقوا البلد وسرقوا بنوكها، هتشوفوا دلوقتي، وجايين يغسلوا مالهم الحرام. كان يوسف والي، الدكتور يوسف والي الله يرحمه، وكمال الشاذلي وفتحي سرور وخالد محي الدين. لا، كان معايا عمالقه يشرفوا اي برلمان، مش الولدين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي بتاريخهم الاسود. فنرجع شويه انتخابات 2020. معلش يا سياده الرئيس، انا مضطر اتكلم. انا ممنوع من 2020 من الظهور في اي قناه مصريه، ممنوع. قرار اعدام اعلامي، اعدام برلماني لازم يسقط، اعدام رياضي يطلع من النادي. حتى لما خدت حكم محكمه قال لك لا 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 يعني يتعزل. كل كلمه بقولها هتحاسب عليها. ف جينا نعمل مؤتمرات. اولا كان في كورونا، دايرتي فيها اخوان كتير.
اول ما عملت جدول للمؤتمرات كلمني لواء اسمه طارق صابر، كان في امن الدوله كلكم عارفينه. قال لي يا سياده مستشار، هو انت محتاج مؤتمرات؟ انت مش محتاج مؤتمرات. قلت له دول 60 قريه تقريبا، هقعد الف على رجلي في الكورونا دي 60 قريه؟ قال لي اه تلف، وانا ما اعرفش ان بقى ايه ده معمول. لا ما تفتحش. انه الهدف مرتضى يسقط في انتخابات برلمان نعدمه سياسيا. يعني بتقول لي ايه؟ وقد سقط للمره والثالثه والرابعه، وهسمعك دلوقتي. وفي النادي لا 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 لا، ده واخد احسن رئيس نادي 5 سنين ورا بعض، ايه المشكله؟ ده جاب 60 بطوله ولا الهوا، ايه المشكله؟ مفيش مشكله، يمشي بره يطلع. فالاخ طارق قلت له حاضر، ناخد هنعمل ايه؟ انا عم مؤتمرات، انا من عادتي ما بحتكش بحد، ما بحبش حد يمسك عليا حاجه. ولازم نعرف لما اتكلم عن ضابط في امن الدوله مش معناه ان امن الدوله ده جهاز فاسد، عشان ما حدش يخلط، لان في ناس بتخلط. لما اتكلم عن قاضي انا اسف مرتشي مش معناه ان القضاء فاسد. لما اتكلم عن محامي بيبيع موكلينه مش معناه مهنه المحاماه فاسده. لما اتكلم عن وكيل نيابه، يا جماعه احنا ليه بنعمم؟ ليه بناخد المهنه كلها؟ لا، ده غلط يتحاسب. قاضي او 2 أو 3 ارتشوا مش معناها القضاء، لا 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 خالص، هو ده وبيتحاكم وبيتحبس. فمش عايز حساسيه عند الاخوه بتوع امن الدوله بالذات. المهم انا فوجئت ان في بث مباشر عامله عبد الناصر زيدان وعيل معاه كده، عاملين، انا يعني لساني يعف عن ذكر اسمه، عاملين لي بث مباشر ويعملوا مكالمات تليفونيه من ناس اصحابهم في مصر، ويقول لك دي من مدغام. تحملنا وجي، وعبد الناصر عايش مش ميت، عبد الناصر عايش مش ميت. جينا يوم الفرز، احمد مرتضى بيلبس ونازل، وانا بلبس ورايح اللجنه العامه عشان الفرز. ف يعني بس عايز حد من عندكم يقول اللي بيخبط احترم او احترمي نفسك. حد كده يقول يا استاذ حسن، يعني قول له احترمي نفسك او احترمي نفسك. يبقى شوفينا بقى في الاعاده. الدوله خلاص. ف دايره متغمر فيها ضماس على حدود اجا، عشان توصل فرز في متغمر ساعه الا ربع السنه دي تيجي. وفيها على حدود القليوبيه ميت العز وكفر ميت العز، عشان توصل متغمر ساعه الا ربع. وعندنا على حدود الشرقيه الحكميه والرحمنيه منطقه جميله كده، عشان توصل برضو متغمر ساعه. عمرو اديب، انا بس يعني هتكلم بقى احترام عشان انا بخاطب رئيس جمهوريه، لكن لو سبتني مفيش رئيس جمهوريه هقول انت مين. عمرو اديب واحمد موسى ذاعوا ان انا سقطت قبل الصناديق ما تيجي، وكلكم تابعتوا. وقد سقط مرتضى منصور قبل الصناديق ما تيجي. وطارق صابر كلم احمد، بقول اهو واقسم بالله العظيم هذا حدث. وطارق صابر عايش عنده شجاعه ادبيه، اطلع كدبنا. قال له يا احمد انت فين؟ قال له داخلين فارس. قال له لا احنا سقطنا الوالد. فاحمد قال لي قلت له شكرا خلاص. البرلمان جزء من الدوله المصريه، في حد من يا ابني ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ ده جزء من الدوله المصريه، كلنا جنود في خدمتها، تشريعيه تنفيذيه قضائيه. خلاص الدوله المصريه مش عايزه مرتضى، شكرا. وبتكافئوا تاني وبتكافئوا، ها، مع انه وقف وسند الدوله المصريه واجهزتها سنين طويله.
ومشيت بمنتهى الادب ولا طعنت. مش هطعن. هو انت هطعن ليه؟ ده عمل لخدمة الناس. انت بتخدم الناس. انا بس بوريك يا سيادة الريس، يمكن الحاجات دي حضرتك ما وصلتش لحضرتك. ورحت احترمت نفسي، قعدت في البيت، جالي بقى سكر، جالي ضغط، جالي اللي جالي، الحمد لله. وكل كلمة الست اللي هتسمعوها دي قالتها لي في التليفون ثانية واحدة يا ابني حصلت بالظبط. كان في شاب من اعتقد ميت العز كفر يعني قرية صغيرة كده، وانت داخل اول ما تدخل متغمر بعد الكمين بتاع الاخوة بتوع الداخلية. فكان عنده مشكلة في الشرقية. المشكلة دي يحلها مع المستشار، يبقى عم محمد دياب اللي هو مستشار وزير الشباب والرياضة. فكلمته قال له اتفضل. رحت وانا راجع في الطريق، كان جنبي دايما على طول معايا اللي هو سلام الهجراسي، ده اخوه كان مساعد مدعم عام عسكري، كان مساعد عماد بيه عبد العزيز، والاثنين ولاده في النهايه عسكريه، شخصيه محترمه يعني. فاحنا راجعين الست كلمتني فما لحقتش اسجل، لكن المره الثانيه سجلت اللي عايز اسمعه لسياده الريس. سمعنا يا ابني الست دي ثانيه واحده. الكلام ده 4/11/2020 قبل انتخابات متغمر الاول اللي فاتت ديا بحوالي اسبوع، كنا في الصمت الانتخابي تقريبا، مع ان الانتخابات اللي قبليها 2015 انا طالع الاول على كل مراكز الجمهوريه. سمعنا يا ابني الست كده. وكان اخويا ظابط برضه معايا في العمليات، وكانوا عايزين يعني قاعدين بنتكلم في قعده فيها شغل، وفتحوا بقى موضوع العالم. هطلع بره بره على طول. هتهزر طلعك بره. واحد سأل انا موكله عنه، فقال لي ده خلاص بقى، ده هو كده باي خلاص هياخدوا فلوس وهياخدوا ومش عارفه ايه خالص. طب ليه؟ طيب هو عمل ايه؟ قال لي ما خلاص مغضوب عليه مش فوق خلاص مش عايز. اقفل يا ابني خلاص مغضوب عليه. سيادة الريس حضرتك سمعت الكلام ده؟ انا اول مره الناس تسمعه. هي مش موكله عندي، اقسم بالله لا اعرفها ولا اعرف اسمها، بس معايا تليفونها. لو في تحقيق التليفون موجود هاتوها. ده مغضوب عليه مش هينجح، وهيسيبوه نادي الزمالك وهيحبسوه. اللي قالته حصل. اللي قالته فاهمه يا صعلوكه اللي بتقول لك ايه وقد انتهى سياسيا. لا انا منتهى سياسيا من 2020، وانا عارف مين اللي كان ورا ده كله، ومش هقوله لسيادة الرئيس شخصيا. ليه بقى؟ لان اللي ورا ده كلم امين مرتضى في التليفون، وعندنا كل ده مسجل. قال له لو ما سبتوش النادي ابوك خد شهر، هتاخد انت اخوك 10 سنين وابوك 10 سنين. انا خفت على اولادي، خفت على اولادي. منتهى الادب مشينا. سيادة الرئيس عايز تعرف حضرتك حقك، وانا اقول مين اللي كان ورا ده ومين اللي اتكلم في التليفون. ومش بقول دلوقتي الكلام ده، لا، لان كلمت شخصيه سياديه محترمه رئيس الافندي دون، والراجل اعتذر لي قال لي عندي انا ده. الراجل موجود اللي انا كلمته وقلت له حصل 1 2 3 4. احترمنا نفسينا ومشينا. احنا شفنا بهدله محدش شافها. انا اخش السجن في السن ده والقانون بتاع السجون يقول هنا مستشفى العجوزه اللي جنبي هنا، اروح سجن وادي النطرون؟ ايه الانتقام ده؟ ليه؟ عشان وقفت جنب بلدي؟ ده انا يا فندم لغايه دلوقتي على قوام الاغتيالات وانتوا عاملين لي حراسه. لغايه دلوقتي مرتضى منصور محطوط على قوام الاغتيالات، ويحيى موسى اللي انتوا بتتكلموا عنه في كل الصحف والمجلات وجرايد هذا الارهابي حاططني على قوام الاغتيالات. ليه انا بحكي ده؟ عشان اقول لكم احنا وصلنا لايه. النفق المظلم، الوطنيين المحترمين بيتعمل فيهم ايه في البلد.
اللهم بلغتك يا سياده الريس، وعايز تحقيق رسمي في كل كلمه، لان كل اللي قلته ده عندي مستند بتاعه. وادي الست هي سمعتها لسيادتك وهي بتقول لي خلاص اتغضب عليه. هو انا من يومها شفت خير؟ اتحدى ان انا طلعت في قناه من 2020 يا فندم، ده في بنت سعوديه قليله الادب شتمتني، والواد عمرو زفت ده شتمني، والشكوى عند خالد عبد العزيز بقالها 6 اشهر. يلا غور يا ابني، انت وقفت شوبير، وقفت خالد الغندور، وقفت ميدو، وقفت كله. لا بس انا مش هاجي ناحيه عمرو اديب يا فندم، ده عليا حرام انا واولادي يا فندم، بيشتمني. وبلغنا عند المعالي النائب العام بقاله 6 اشهر برضه، ولا الهوا. لا احنا مواطنين مصريين، عشان كده بقول احنا دخلنا نفق مظلم، طلعنا من نفق المظلم، مش طلع مرتضى. ده مرتضى ده حاله. نيجي بقى في الانتخابات.